ايه الاخبار؟ زي ما عودناكم ان احنا كل شويه بنجيب لكم قصه لحد كده بطل ونحاول ان احنا نطلعه للنور والناس كلها تعرف. فبعد اذنك القصه اللي هنقولها دلوقتي فيها ملحمه محترمه وملهمه جدا حصلت في البدرشين وتستحق فعلا ان هي تتعرف. فيا ريت تعمل شير للفيديو على كل وسائل التواصل اللي عندك، خلي الناس كلها تعرفها وتطلع للنور. مروه الدالي دي شابه مصريه اتضايقت زي ما كلنا اتضايقنا السنه اللي فاتت لما في عز المطر في طفل توفى بسبب ان هو لمس عمود النور اللي هو في الشارع وقت المطر. طفل عمره لسه ما كملش 6 سنين راح في لحظه بسبب التفصيله ديت ووجع قلوبنا عليه. وللاسف نفس الموقف ده اتكرر في كذا محافظه وحصل كمان لحصان ومره لحمار وغيره. فاحنا زعلنا ومروه كمان زعلت، بس احنا وقفنا عند مرحله الزعل. بس هي بقى قررت ان هي تتصرف علشان ده ما يتكررش تاني. من كام يوم قالت لك قبل ما الشتاء الجديده تهل علينا والسنه ديت تيجي انا هغطي كل العواميد بتاعت النور اللي هي في شوارع البطرشين في الجيزه بشيء عازل يمنع ان هو ده يتكرر تاني. طب يا ست الكل انت مالك؟ وديت مش وظيفتك اصلا. قالت لا، لان لو حد لا قدر الله مات تاني هحس بالذنب وهتبقى مسؤوليتنا كلنا ان احنا سكتنا ووقفنا مكاننا. عملت ايه؟ اتواصلت مع الاستاذ محمود شنب رئيس مركز البطرشين علشان تساله عن مدى قابليه ان هي تنفذ الفكره بتاعتها وهل ده ممنوع قانونيا ولا لا؟ طب وايه هي الخامات الانسب اللي تقدر تعمل بيها ده؟ حقيقه الراجل مشكورا ان هو قال لها كل المعلومات المتاحه وبمنتهى الترحاب ودعمها معنويا بشكل محترم. ايه اللي حصل؟ زي ما قالت في تصريحات لموقع القاهره وللصحفيه امينه، مروه جابت مواسير بلاستيك عاديه جدا ومطليه بمواد عازله، مواد معينه كده بسيطه ورخيصه وفعاله تتلبس فوق عواميد الكهرباء اللي هي بتبقى في الشارع فيبقى مفيش منها اي ضرر لو حد لمسها وهي مبلوله. بالبساطه ديت تخيل خلصنا التخطيط يلا على التنفيذ وبمساعده عشرات الشباب ومن اعمار مختلفه وبشكل تطوعي كامل وكلهم برضه من البدرشين. بدات مروه في التنفيذ. العظمه في الموضوع ان هم ما اختاروش اماكن عواميد كده وخلاص، لا دول اتعمدوا ان هم يغطوا العواميد اللي هي في محيط المدارس اللي فيها اطفال، وورد ان هم يلمسوا العواميد ديت وقت ما يكون في مطر، وغطوا العواميد اللي هي جنب المحكمه، وغطوا عواميد السجل المدني اللي فيها زحمه ناس معينه ومعظم الوقت بتبقى فيها زحمه. فاحنا مش هنسيب حاجه للظروف. القصه ما اخدتش وقت والمهمه بقى ان هي اتنفذت على اكمل وجه. فاللي انا عايز اقوله لك ان مروه اتكفلت بالموضوع ده كله لوحدها من الالف للياء. تكلفه الماسوره البلاستيك الواحده اللي هي ان هي تطليها بالماده العازله باجره الصنايع بالالوان بكل حاجه كل حاجه 200 جنيه. ف 200 جنيه ديت ولا حاجه مقابل انك انقذت حياه اطفال ما لهمش ذنب او حيوان بيجر عربيه قر وفتح باب رزق لاسره معينه. فاللي عملته مروه فيه عظمه وجمال ستات مصر اللي هم بيحطوا حاجه كده في دماغهم لازم ينفذوها. مروه مصريه جدع من ملايين المصريين اللي قصه جدعنتهم بتظهر وتختفي في الظل. دول ما يكونوا منتظرين اشاده، لكن بيبقى مهم لينا احنا ان احنا نفتخر بيهم ونقول لهم شكرا انكم بتاكدوا لنا ان لسه في الدنيا ديت فيها خير. في ناس طيبه وفي ناس بتخاف على ارواح الناس التانيه. فانا اللي عايزه منك بس انك توصل الفيديو ده لكل الشعب المصري علشان كل الشعب المصري يقول لمروه الف شكر على اللي انت عملتيه. ما تنسوش بقى انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك للفيديو ده، ان هو يساعد اللايك ده هيساعدنا ان احنا ننتشر بصوره اوسع. وعلى فكره الحاجات ديت مش بتكلفك فلوس، يعني ما بتدفعش اشتراك عشان بقول لك اشترك في القناه، انت ما بتشتركش وبتدفع لي مقابل مادي. بس هي الفكره بس ان انت بتشجعني ان انت موجود وبتدعم المحتوى الهادف، وده بيساعدنا ان احنا ننشر فيديوهات اكتر وننشر موضوعات اكتر وننشر قصص زي كده تطلع للنور اكتر. فكل الدعم اللي انا محتاجه منك هو دعم معنوي مش دعم مادي. انا ما بقولكش ابعت لي وحول لي، لا انا بس بقول لك ادعمنا بلايك للفيديو واشترك في القناه عشان ده يساعدنا ان احنا ننشر فيديوهات اكتر. سلام.